يتخيل يا عزيزي إنه أشهر 3 سحرة في التاريخ يقال إنهم ما سحرة، إنهم ناس العلم بتاعهم كان سابق لزمانه والناس اتهمتهم زور. خلونا نشوف قصتهم شنو. ساحرنا الأول اسمه براه وعبارة عن تعويذة سحرية، فيليبس أوريلوس بريستاسيوس بومباستوس فون هوهنهايم. اتولد في سنة 1942 والناس سموه براسيلوس، اختصار للجوطة الكثيرة دي كلها. اتولد في سويسرا وكان عنده فهم عميق للطب، وكان شايف انه الطب ده ما مجرد اعشاب الناس بالسلطة وتطلع منها ادوية، وانه في تركيب كيميائية وفي حاجات تانية بتتعمل عشان الطب يتطور. وكان مقتنع انه في فهم اعمق للطبيعة ولمكوناتها. في يوم من الايام جابوا له زول عيان وتعبان منتهي رسمي وراقد سلطة، والاطباء كلهم جمعوا منه عجزوا عن علاجه، لحد ما هو بمركب كيميائي معين بعد ما فهم الزول ده الحاصل عليه شنو قدر انه يعالجه. واول ما ادى الدواء ده للزول ده، الزول ده قام كانه ما كان عنده اي حاجه ايام، والزول ده كان ماشي في الشارع زيه زي اي زول تاني. هنا الناس اتصدموا وسموه ساحر او مشعوذ، لكن هو كان مقتنع تماما بانه هو ما ساحر، هو مجرد عالم وفاهم الطبيعه احسن من باقي الناس. رغم انه الزول ده قدر يعالج ناس لا تحصى ولا تعد، ونجح في علاجه بعد ما كثير من الأطباء نكروهم وقالوا إنه الناس دي أمراضها ما بتتعالج، إلا إنه الناس كانت مصرة على إنه ساحر ومشعوذ كبير، وإنه العلاج اللي بيعالج به الناس ده علاج ما ورائي. لكن هو كان مقتنع بالعكس، وتوفى في عام 1541. الساحر الثاني اسمه كان خفيف وظريف جدا، اسمه أليستر كراولي أو جون أليستر كراولي. في سنة 1875 اتولد جون أليستر كراولي، والزول ده مما اتولد كان مختلف، وكان متمرد على الدين والعادات، ومن صغره أبدأ اهتمام كبير بعالم السحر والشعوذة، لدرجة إنه قبل ما يبلغ أصلا بدأ يفتش على الجماعات السحرية أو الجماعات اللي عندها نشاطات سحرية والمنظمات بتاعت الشعوذة، لحد ما انتمى ليها واتعرف وبقى مشهور في أواسط الناس المهتمة بالسحر والشعوذة. في سنة من السنين أليستر مشى مصر وقعد في واحد من أهرام الجيزة، وبقولوا إنه جاه كيان غامض اسمه أيوس، وأيوس ده ملاه كتاب اسمه القانون، والكتاب ده كان شعاره وشريعته افعل ما تشاء. والزول ده كانت فلسفته غريبة وطريقته أغرب، لحد ما قدر إنه يصل للقب أخطر ساحر في العالم. حياته كلها كانت جدل ومشاكل لحد ما توفى في سنة 1947، لكن كتبه ودراساته وشعوذته مؤثرة على الناس لحد يوم الليلة. ساحرنا الثالث اسمه جون دي، وجون دي ده معروف من أشهر الناس على مدار التاريخ. اتولد جون دي في عام 1527، اتولد في إنجلترا، وكان من أبهر العلماء في الفلك والرياضيات، وصل لدرجة إنه كان مستشار الملكة إليزابيث الأولى. لكن بعد علمه ومكانته المرموقة دي كان مهتم جدا بكتب الشعوذة والسحر، وكان واحد من اهتماماته الكبيرة إنه يتواصل مع الكائنات الروحية. في ليلة من الليالي قفل على نفسه في غرفة مظلمة منورة بالشموع، ومسك كورة بلورية زي الكورة بتاعت اللي بيجوالك في الأفلام والناس بتقرا بيها الطالع والكلام الفارغ ده، وقال إنه تواصلت معاه كائنات روحية وعلمته لغة اسمها اللغة الأينوشية، وبقى عن طريقة بيقدر يمارس طقوسه السحرية عادي جدا. ورغم علمه ده ومكانته اللي وصل ليها، اشتهر بإنه ساحر والناس بدأت تخاف منه، لحد ما توفى في سنة 1807، وليوم الليلة مشهور بإنه ساحر ما عادي. فلحد يوم الليلة الموضوع غريب جدا وما معروفين هل ديل هم سحرة أو علماء. ورينا انت رايك شنو، وقولوا لنا في الكومنتات، ولو عندك قصة احكيها لي. محمد البشر ما وراء الستار، وما ننسى شير لايك سبسكرايب. سلام عليكم.